الكروية فهم لاعبو النصر وعجمان الذين سيتواجهون في لقاء مصيري بين العميد الباحث عن الوصول إلى بر الأمان والبرتقالي الذي يقف على شفير خطر الهبوط. نتابع تقرير ومن ثم الحديث بقية. لا يكون أمام النصر من خيار سوى تحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث حين يستقبل مساء اليوم ضيفه عجمان الأخير إذا ما أراد العميد الابتعاد عن دائرة الفرق المهددة بالهبوط. الأزرق يدرك مدى صعوبة المواجهة التي تنتظره أمام البرتقالي الذي فجر أكبر المفاجآت بالوصول إلى نهائي مسابقة كأس اتصالات على حساب العين حامل لقب المسابقة. العميد سيخوض اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز والوصول إلى النقطة 19 سعيا لإبعاد شبح خطر الهبوط الذي يحدق به. المدير الفني البرازيلي أنغوس يريد أن ينفض فريقه عنه غبار الهزيمة الرباعية التي مني بها في الجولة السابقة برباعية أمام الأهلي، وإن كان يدرك أن منافس اليوم سيخوض المواجهة بشعار أنا الغريق فما خوفي من البلل. ويأمل أنغوس أن يوفق الثنائي الهجومي المكون من الإكوادوري تينيريو والبرازيلي دياز من الوصول إلى شباك الفريق الضيف سعيا لضمان العودة إلى سكة الانتصارات بعد غياب شهرين عن تذوق حلاوة الفوز. ويحتاج الفريق الأزرق إلى إيجاد العلاج اللازم للأمراض الدفاعية التي يعاني منها وتسببت في اهتزاز شباك الحارس إسماعيل ربيع في 39 مناسبة. أما عجمان الضيف فسيدخل أرض استاد المكتوم بمعنويات عالية بعدما بلغ نهائي كأس اتصالات على حساب الزعيم، مما شكل دفعة كبيرة في رصيد المدير الفني التونسي غازي الغرايري. وسيحاول الغرايري اللعب اليوم بأسلوب متوازن ما بين الدفاع والهجوم أملا في كسب ولو نقطة وحيدة من معقل الفريق الأزرق. ويدرك لاعبو عجمان أن خسارة اليوم قد تشكل إعلانا رسميا لوداع الفريق عالم المحترفين والعودة من جديد إلى دنيا الهواة، وإن كان تواجد التوغولي محمد عبد القادر إلى جانب الإيفواري كابي قد يشكل بارقة أمل من أجل الخروج من القلعة الزرقاء بالنقاط الثلاث. النصر مع عجمان موقعة تحديد مصير بين مضيف يريد الوصول إلى بر الأمان وضيف يدرك في داخله أن وداع عالم الأضواء لم يعد سوى مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.